يلا تعالوا نعمل أطيب طبق مميز وكتير شهي. رح نعمل مع بعض البطاطا بالكريمة. رح أعمله على طريقتي اللي أنا معتمداها، ولا أطيب من هيك إدمان. يلا تعالوا نشوف كيف طريقة التحضير. بالبداية بنسلق البطاطا لتستوي تماما. رح أنزل عليها نص قالب زبدة، ملح وفلفل أسود، واهرسها كتير كويس. وهلأ رح انزل عليها بنص كاسة حليب او ربع كاسة حليب، على هو الكمية اللي عندكم. ورح انزل عليها بالجبنة الكريمي. هلأ بدنا نعمل الصوص. طبعا بنجيب شربة الفطر الجاهزة، بنحلها بالحليب ورح انزل عليها بالكريمة تبعت الطبخ. تمام. وهيك عندي بعد ما جمد الصوص بنزلها فوق البطاطا المهروسة. وهلأ رح ننزل بكمية جبنة، اللي هي حبيت احط شيدر مع موزاريلا مع كشكوان. يا سلام. ومندخلها الفرن لتستوي من تحت ومن فوق وتتحمر. وهيك بعد ما جهزت، ولا اطيب من هيك فعلا. اطيب الاطباق او المقبلات اللي بتتاكل ساخنه بهيك جو. حبايبي، لو عجبتكم وصفتي كنت معكم نسرين السعدي. ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.